السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد زيت الشيبه، المنافع ديالها وعلاش كتصلح. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساونيش بالتعليق ديالكم بخصوص اي منتوج بغيتوني نشاركو معكم، كذلك باللايكات ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. على بركه الله كلشي كيعرف زيت الشيبه والمنافع ديالها والاستعمالات العديده ديالها. وبين الاستعمالات ديالها ممكن نديروها تساقط الشعر، كذلك الناس اللي عندهم القشره في الشعر ديالهم، وكذلك الوليدات الصغار اللي عندهم مشاكل ديال الصبار والقمل. ففي هاد الزيت اولا هاد زيت الشيبه عندها بزاف ديال لي فيتامين كتقوي لنا الزغبه ديال الشعر، كذلك كتعاوننا اننا نجددوا الخلايا ديال الشعر، وبطبيعه الحال كتعاوننا حتى الناس اللي عندهم القشره. فانا شخصيا شديتها على قبل القشره، لان مؤخرا في الشتاء كتقشر بزاف، يعني كينوض لي القشره في الشعر ديالي ولا في الشعر ديال الوليدات. وكذلك كيستعملوها الناس اللي عندهم تساقط الشعر وعندهم مشاكل ان الشعر ديالهم كيتقطع، فراها زوينه بزاف. وكذلك اللي عندهم مشكل ديال القمل والصبام في الشعر ديال وليداتهم. فبالنسبه لطريقه الاستعمال فكيستعملوها الصغار والكبار، لكن بحيطه وحذر. بالنسبه للناس الكبار ممكن ديري واحد القطرات لا باس بها وتخففيها بواحد الزيت، زيت الزيتون، زيت ارغان، كذلك زيت الكوك اللي بغيتو، ويعني ضعفوا الكميه، يعني تقريبا معلقه كبيره اولا جوج ديال هاد الزيت الشيبه، ولا قطرات على حسب الكميه اللي بغيتو وشعركم واش خفيف ولا قوي. وممكن تستعملوها. طريقه الاستعمال ديالها من بعد ما كندهنوا الشعر ديالنا مزيان والخلايا ديال الشعر ديالنا، يعني ديك الفروه ديال الشعر ديالنا كنمشطوه وكنخليه واحد المده وكندخلوا للدوش. بالنسبه للدراري الصغار اولا البنيتات الصغار، الناس اللي باغيين يستعملوا القشره اولا باش يطولوا لهم الشعر لوليداتهم ولا المشكل ديال القمل، فحذري انكم تستعملوها مباشره للشعر، لانها على تاديهم وراه شويه صعيبه، يعني تقدر دير لهم حساسيه، تقدر تطلع لهم السخانه. من الافضل ضروري ما تخففوها بشي زيت. فكما كتشوفوا هنا درت زيت الزيتون ودرت واحد القطرات خفيفه، يعني تقريبا شي 10 القطرات، ولا المهم على حسب الكميه ديال الشعر او الحجم ديال الشعر كيفاش داير تضيفوا، يعني تخففوها. فكندهنوها مباشره على الشعر ديالنا او ديال وليداتنا. بالنسبه للدراري الصغار كما قلت لكم ديروا زيت الزيتون او زيت الكوك، اي زيت عندكم، وديروا واحد القطرات الشيبه. وحذري انكم تستعملوا هذا الزيت الشيبه مباشره للشعر ديال وليداتكم، فراه دير لهم سخانه. او تقدر ديري مضاعفات اخرى لا قدر الله، ولكن حنا ما بغيناش هذا الشيء، يعني بغينا تكون واحد النتيجه اللي زوينه. فكنديروا قطرات، يعني تقريبا واحد 6 ديال القطرات 8 هكا، وكنضيفوا الزيت بحال زيت الزيتون، كنضيف واحد الكميه كبيره وكنبقاو كنمزجوا العناصر وكندهنوها غير الشعر، ما كندهنوش في الفروات الشعر ديال وليداتنا. بالنسبه للمشاكل ديال القمل، الوليدات اللي عندهم القمل فديروا هذه الطريقه هذه، ديروا اي زيت عندها ريحه اللي كتكون مجهده وضيفوا معها هذا الزيت الشيبه هذه وخلطوهم ودمجوهم غير في الشعر، ما ديروش في الفروه لان اللي يضرهم. وخليو واحد الزيت، يعني غطيو لهم شعرهم واحد الساعه المكانه، يعني بزيت حياتي. اولا الا كان عندكم ديك البلاستيكات ديال الدوش فغطيو لهم الشعيرات ديالهم وخليهم واحد لمده ساعه ولا ساعه ونص ودخلوهم للدوش، يعني وغسلوا لهم ديك المشطه الرقيقه، فراه كيحيدوا القمل وكيحيدوا حتى الصبار. يعني معروفه على القمل ملي كيشم الريحه مجهده ديال شي زيت كما كان النوع ديالها، فراه يعني كنعرفوا حنا كيدوخ يعني كيبقى كيطيح بواحد السهوله. بالنسبه كذلك الناس الكبار اللي بغى لهم يبغاو الشعر يخلف ليهم، بغاو الشعر يعني ماشي يرطب وانما الزغبه كتقوى، وكذلك القشره. فانا خصيصا خديته للقشره، فراه زوينه البنات مع المده كتلقاو واحد النتيجه اللي زوينه. ولكن كما قلت لكم طريقه الاستعمال تبعوا كما قلت لكم، ضروري ما تخفف بواحد الزيت اللي تكون يعني الزيت تكون شويه خفيفه باش ما تعطيناش، يعني ما تكونش واحد المضاعفات لا قدر الله. ذلك من الفوائد ديال هذا الشعر هذا كيقوي لنا الزغبه ديالنا وكيعطينا واحد، يعني الناس اللي بغاو شعرهم يطول فراه كيطول الشعر، رائع في التطوال ديال الشعر. صراحه تجربه شخصيه. فبالنسبه للثمن ديالو فراه يعني تقدروا تاخذوا من اي بلاصه. انا خديته من ديك الجمعيات اللي كيديروا هكا زيوت، فكنفضل ناخذ عليهم. يعني في كل مدينه كيكونوا هاد الجمعيات او هاد التعاونيات، فكيديروا داكشي طبيعي وزين. من الافضل تاخذوا شي حاجه طبيعيه من هاد التعاونيات اولا تاخذوه من برا فارماسي، فراه كيكونوا متواجدين. فانا تقريبا خديته 50 درهم او 60 درهم على ما كنظن، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم الثمن ديالو على هذا الشكل هذا. فاللي بغى ياخذ قريعه ديال زيت الشيبه يفضل انا ياخذ كما كتشوفوا هذا لومبالاج ديالها، كتكون مغطيه، يعني ما كتشوفش الزيت الضو، كتكون محميه. اي زيت بغيتو تاخذوها خذوها منين تكون لومبالاج ديالها على هذا الشكل، لان كتكون محميه الزيت وما كتسممش لينا. ملي كتكون الزيت يعني على كتبان الزجاجه ديالها فراه كتكون شويه
يعني كيمشي المفعول ديالها ما كتبقاش صالحه. لهذا دائما خذوا الزيت اللي تكون لومبالاج ديالها على هذا الشكل هذا. فكنتمنى الفيديو ديال هذا النهار انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الا كان اي تساؤل خليها لي في التعاليق كنجاوب على جميع التعاليق ديالكم. يعني الفوائد ديال هذا الزيت، بغيتوا اي حاجه حطوا لي في التعاليق ان شاء الله نجاوب عليها، ولا بغيتوا نشارك معكم شي زيت حطوا لي في التعاليق كذلك. واللي مجرب شي زيت زوين للشعر، للقشره او لتقصف الشعر او للقم الوليدات، فما فيها باس يحطوا لنا في التعاليق، يستافدوا الجميع ان شاء الله. فشكرا لكم على المشاهده، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.